أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة وموضوع جديد وبرنامج من برنامجنا من هنا نبدأ. حقيقة نحن نسأل أنفسنا يعني في كل مرة يعني هل لحياتنا معنى؟ ماذا تعني لنا الحياة؟ وهل نحن نمتلك إرادة قوية؟ وهل نحن من نقرر كيف تكون حياتنا؟ هذه يمكن أسئلة كثيرة، يمكن الكل مننا يعني تجي له لحظات يسأل نفسه هذه الأسئلة. فاليوم إن شاء الله يعني في حلقتنا نناقش موضوع كيف نجعل لحياتنا معنى وكيف تكون للحياة معنى. وطبعا هذا الموضوع يعتبر جزء واحدة من نظريات علم النفس في مجال علم النفس الإرشادي، هي نظرية الإرشاد بالوجود، الإرشاد الوجود والإرشاد إن كيف تجعل معنى للحياة. فاليوم إن شاء الله نناقش كيف الطرق وما هي الأساليب اللي تجعلنا نحن نتعلم كيف يكون معنى لحياتنا. أحيانا نحن الطريقة الخاطئة، الأسلوب الخاطئ الذي نحن نفكر به نتعامل به مع أنفسنا ومع الآخرين، أحيانا بيجعلنا نحن يعني حياتنا بلا معنى. طيب كيف نجعل لحياتنا معنى وما هي أهمية ذلك؟ هل الإنسان لما يعيش له معنى يكون عنده معنى، يكون عنده هدف في الحياة؟ هل الإنسان اللي يكون عنده طموح وعنده آمال وعنده قيم يسعى ويجاهد من أجلها، هل هو يكون نفس الشخص اللي يعيش بلا شيء، بلا هدف، بلا قيمة، بلا طموح، بلا أي شيء؟ فنجد إنه سبحان الله من لا يجد معنى لحياته لن يستطيع تحمل المعاناة. يعني إذا كان الإنسان حياته لها معنى حيتحمل المعاناة وحيتحمل ضغوط الحياة وحيواجه ضغوط الحياة وحيتعامل معها. طيب ما هي معاناة؟ هل نحن عندنا مثلا نوعين من المعاناة، في معاناة ضرورية وفي معاناة غير ضرورية. ما هي المعاناة الضرورية؟ المعاناة الضرورية اللي يكون الإنسان يعني ليس له فيها قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مثلا أنا إذا فقدت عزيز، إذا الإنسان أصيب بمرض عضال، إذا ابتلي بأشياء، هذه الأشياء اللي فوق مقدرة الإنسان تعتبر هذه معاناة ضرورية. يعني ما يعني ما يكون عندي خيار في هذا الأمر. أنا ما باستطاعتي أن مثلا يعني أقدار الله يعني أن أنا أوقفها. لكن يأتي النوع الثاني من المعاناة اللي هي المعاناة الغير ضرورية. مثل ماذا معاناة غير ضرورية؟ مثلا عندنا بعض العلاقات الإنسانية، العلاقات الاجتماعية. إذا كان أنا مثلا عندي جيران أو أصدقاء أو معارف وأنا يعني أعاني في هذه العلاقة الاجتماعية، هل بالضرورة أن نستمر في هذه العلاقة؟ فاتخاذ قراري أنه يكون أنا بمحض إرادتي نوع هذه العلاقات اللي هي العلاقات الغير صحية، العلاقات اللي تكون هي في حد ذاتها سبب للضغوط. أنا أمتلك كل الإرادة أن أستطيع أن أغير هذا النوع من الأنماط العلاقات. النوع الثاني من المعاناة الغير ضرورية اللي هي مسألة الدراسة. الإنسان هو يقرر إذا كان هو عايز يدرس، ينجح، يتفوق في حياته، يكون عنده مستقبل. هذا قراري أنا الشخصي، أنا أتخذ هذا القرار بمحض إرادتي. نوع آخر اللي هو من المعاناة الغير ضرورية اللي هي مسألة الجانب الاقتصادي والجانب الدخل. يعني أنا باستطاعتي أن أنا أزود من دخلي، عندي القرار وعندي الحرية أن أنا كيف أنظم صرفي. فيمكن كثير من الشعوب أحيانا يقول لك يعني يكون الأسرة أو المجتمعات تعاني من الفقر ليس لأنه ليس لديها مثلا موارد طبيعية أو ما عندها ثروة، لا،
هي تمتلك الثروات لكن تفتقر لأن المورد، وتفتقر العقل اللي يدبر هذه الموارد. فهذا النوع من المعاناة الغير ضرورية اللي يستطيع بالمختصر يكون فيها القرار، ويكون فيها الإرادة، ويكون فيها الفرد هو من يستطيع أن يغيره. لكن المعاناة الغير اللي هي اللي ذكرناها، المعاناة الضرورية اللي هي الفقد، هذه طبعا نحن لا نملك فيها شيء، ولا نملك فيها يعني قرارات، لأنه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الآن نأتي لموضوع المعنى للحياة. معنى للحياة إنه هو يعتبر حاجة فطرية. الكل مننا يعني يبحث أن يكون عنده هدف في الحياة ومعنى لهذه الحياة. وربما يعني طريقة التنشئة، طريقة التربية، بعد الضغوط النفسية، بعد المشاكل والمعوقات اللي تمر في حياتنا، قد تجعل مننا أحيانا يكون هذه المعنى غير يكون واضح، وأحيانا يعني سبحان يتبدد، ما يكون له أي أثر ولا يكون له أي وجود. طيب، هي البحث عن أو معنى الحياة هي مجموعة من الخطوات يعني والإجراءات اللي الإنسان تساعد أن يكون له هدف في الحياة. لأنه الحياة يعني بدون هدف ما يكون لها طعم ولا يكون لها معنى أصلا. يعني الهدف دائما نحن نسعى لتحقيقه من خلال معنى. إذا لم تكن لوجود في الحياة معنى، فبالتالي ما حيكون عند أي هدف لهذه الحياة. طيب، الأشياء من أهمية هذا الموضوع كذلك تحويل الصعوبات والتحديات التي تواجه الفرد إلى فرصة وتقدم. مثلا أنا واجهتني مشكلة وأنا في الدراسة، هذه تعتبر من المعاناة الغير ضرورية، بمعنى أنا عندي فيها الإرادة والعزيمة أن أغير هذه المعاناة. كيف أحول هذه الصعوبات، كيف أحول هذه الضغوط، وكيف هذه المعاناة الأكاديمية والدراسية أستطيع بإرادتي، أستطيع أنا بأنه أنا أضع هدف لحياتي، أستطيع أن أتغلب عليها. هذه واحدة من الأشياء. الإنسان اللي عنده معنى لحياته يستطيع أن يتغلب على الصعاب، يستطيع أن يتغلب على المعاناة، يكون هو دائما صاحب إرادة وعزيمة، ويتحمل هذه المسؤولية من أجل تحقيق أهدافه في الحياة. من الأشياء الفوائد المعنى للحياة، تساعد الفرد بأن يجد معنى لحياته أيضا في حياته، ويحقق ويستطيع أن يوظف كل طاقاته وإمكانياته بالشكل الصحيح. الإيجاد المعنى للحياة حقيقة تساعد وتحسن وتعزز وتنمي شخصية الفرد، ويستطيع الإنسان أن ينمي ذاته ويكتشف مواهبه، لأنه واجد هدف ومعنى لحياته. وتكون هي واحدة من الأدوات اللي يتغلب من خلالها على كثير من المشاكل النفسية، مثل القلق، الاكتئاب، مثل الوساوس، قلق المستقبل. الشخص اللي يتمتع بهذا المعنى للحياة يستطيع أن يتقلب هذه المشكلات. وأنا تستحضرني قصة حقيقة. القصة كانوا لشابين، الواحد يبلغ من العمر 16 سنة، والثاني يبلغ من العمر كان 17. فهم سبحان الله أخوين، يعني نتيجة لفقد توفت أمهم الوالدة، وأبوهم تزوج بامرأة أخرى. فعندنا نموذجين، يعني هذه قصة حقيقية لأخوين يمثلوا، واحد يمثل له معنى لحياته. العمر 16 سنة كان شخصيته يعني واحد هدف لحياته، أنه لابد يدرس وينجح ويحقق أشياء. أما اللي الأكبر اللي كان عمره 17 سنة، سبحان الله دائما هو متدجر، دائما هو يهرب من البيت، يعني علاقاته سيئة مع من حوله. فالأخ الأصغر اللي هو عمره 17 سنة استطاع أنه التحق بمدارس اللي هي الداخليات، كانت في المنطقة أو في المدينة اللي يعيش فيها، وحاول يتواصل مع إدارة السكن اللي هي عبارة عن مدارس فيها مراحل، اللي المرحلة المتوسطة، وكان في سكن للطلاب. فاستعان بإدارة المجمع وإدارة المدرسة، وطلب منهم أنه أنا يعني عايز أدرس وأطور نفسي. ويعني كان شخصية يعني حقيقة له حضوره، واستطاع أن يقنع إدارة المدرسة وسكن في المدرسة، واستطاع أن يبدأ دراسته. أما الأخ الأكبر فسبحان الله
بدأ يعني مثلا انجرف وراء هذه الشلاليات والأصحاب. فكان نهاية القصة قصة حقيقية أنه كان هو فعلا أجد معنى لحياته، اتجاوز هذه المعاناة الغير ضرورية اللي كانت معاناة في البيت، معاملة اللي هي زوجة أبوهم، وكان البيت بالنسبة له بيئة طاردة، لكن استطاع أن يبحث عن مكان آمن، استطاع أن يجد لنفسه مكان، واستطاع أن يحقق نجاح وتخرج وأصبح يعني أستاذ جامعي، وأصبح له مكانة مرموقة في المجتمع. أما الأخ الأكبر بالعكس، هو بدأ يطلب مساعدة من أخوه الأصغر، وبدأ هو يعني أصبح سبحان الله يعني يعتمد على الآخرين نتيجة لعدم تحمل لمسؤوليته، نتيجة لعدم مواجهته للضغوط الحياة، نتيجة لعدم تفهمه لحقيقة ماذا تعني له الحياة. الحياة لم تكن فقط إن أنا مثلا وجدت البيت هكذا، أو يعني توفت الوالدة، وهذا قضاء الله وقدره، يعني ما في إنسان يستطيع أن يغيره، لكن نستطيع أن يكون عندنا أساليب لمواجهة هذه الضغوط. كم مننا يكون واجهته مشكلة كبيرة، إذا كانت هذه المعاناة أو هذه المشكلة تكون مشاكل ضرورية أو غير ضرورية، لكن كلنا نمتلك هذه الأدوات. هل كلنا فعلا عندنا إرادة وعزيمة قوية كيف نواجه ضغوطنا ومشاكلنا الحياتية؟ هذا طبعا من الأشياء اللي نحن دائما نناقشها من خلال هذا البرنامج. نقطة أخرى اللي هي بالنسبة لإيجاد معنى الحياة، حقيقة تنمي الذات، ويكون الإنسان اللي عنده معنى لحياته يكون عنده صورة واضحة للمستقبل. زي ما ذكرنا في القصة، كان الشاب عنده رؤية واضحة ماذا يريد أن يحقق، كيف يتخيل حياته. يعني وهو أثناء ما يدرس كان يتخيل أنه دخل جامعة وهكذا. يعني بالنسبة للمعنى للحياة، تساعد الإنسان يتجاوز زي ما ذكرت اللي هي يتجاوز كل المحن وكل الصعاب، ويتفاعل مع الحياة بكل ما يملك. زي ما كما يقال يعني الفرق ما بين الحياة والموت هو الفرق ما بين أن يكون لدي معنى للحياة. الشخص اللي يكون عنده معنى وهدف للحياة يكون الإنسان كالفرق بين الإنسان الحي والميت. يعني إذا كنت أنا حقيقة يعني لي هدف واضح، لي معنى لحياتي، سوف أسعى وأحقق هذا المعنى. افتقار المعنى في الحياة يؤدي إلى الشعور بالفراغ الوجودي. إحنا عندنا زي ما ذكرت هي واحدة من طرق الإرشاد النفسي اللي هي الإرشاد الوجودي، يعني يعتبر واحدة من طرق الإرشاد المعروفة في علم النفس الإرشادي، اللي هي الإنسان إذا افتقد المعنى حيكون عنده فراغ وجودي، حيعاني من فراغ نفسي، حيعاني من ضغوط نفسية، وبالتالي يكون هذا الفراغ الوجودي يكون أرض خصبة للأمراض النفسية. كيف يمكن السؤال؟ كيف الفراغ الوجودي أن يؤدي إلى أن تكون أرض خصبة للأمراض النفسية؟ إذا كان أنا يعني مثلا زي ما ذكرنا في المثال، الطالب اللي ما يكون عنده هدف واضح، ما عنده يعني رؤية واضحة لحياته، إذا تعرض لأي صدمة نفسية ممكن هو بكل سهولة يعني يصاب بأمراض تكون نفسية قد يكون صعب علاجها. أما الشخص اللي يمتلك هذه الإرادة، هذا الهدف الواضح في حياته، أكيد رح يكون إنسان يتمتع بقوة، يتمتع بالصلابة، يتمتع بإرادة وعزيمة ومسؤولية، فإنه هو يستطيع أن يرسم لحياته هدف واضح ويسعى لتحقيق هذا الهدف. حقيقة يعني يمكن نحن وصلنا لختام هذه الحلقة، والموضوع يعني يمكن موضوع كبير، حنكمل في الحلقة القادمة بإذنه تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا،